ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى يوم النطرة، النهارده الخميس يوم النطرة. اول ما الجو ينطر نقول يلا نعمل محشي، يا محشي يا عدس. فاحنا كنا عاملين العدس امبارح، فالنهارده نعمل محشي. كده كده بنطبخ يوم الخميس، فهنعمل المحشي. هنعمل مع بعض النهارده حبة محشي، اقسم بالله عسل سكر. تعالوا يلا نشوف احنا هنعمل المحشي ازاي، واعملوه على طريقتي وزي ما انا بعمله بالظبط اعملوه. هتاكلوا احلى واجمل محشي في حياتكم. مش هتاكلوا يعني احلى منه ولا كده يعني. عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه 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 تحفه. يلا تعالوا معانا وهقول لكم ازاي تختاروا الكرنبه اللي تلاقوها مسكره وورقها مسكر. الكرنب كله زي بعضه، بس في ورق بتلاقي ورقه يعني الكرنب كله زي بعضه، بس في نوع كرنب معين كده. بصوا يعني في المحشي بيبقى حلو في المحشي. تمام. بصوا عايزه اقول لكم الصوابع صباع من صباع كده، ومش مفيش رزايه كده طالعه من الصباع. الصباع حلو كده و مفيش رز عليه كتير. انا بحبش يعني، في ناس تلاقيها بتدلق المحشي وتلاقيه بقى ايه الرز مغرقه كده. لا ده صباع من صباع ومفيش حبايه رز طالعه بره. تمام. يلا معانا نسمي بالله كده ونصلي على النبي. في الكومنتات اكتبوا لي كومنت حلو، اتمنى ان الفيديو ده يجيب مشاهده وياخد حقه كده في المشاهده. وده محشي بقى يا جماعه ومتعوب عليه. تمام. يلا بقى يلا نخش على المحشي ونشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بقى، اول حاجه انا حطيت حله ميه كده. طبعا انا ايه انا قاعده. تمام. انا حاطه بقى الشعله كده ايه في الصاله، وقاعده بقى جوه. الجو بره ساقعه والمطبخ ايه مش عايزه اقف. فالمهم ايه بحط ايه الشعله كده واقعد ايه اعمل عليها بقى براحتي. تمام. اقعد بقى كده وايه واستغنيز براحتي. إيه المهم جبت بقى حله ميه، حله كبيره كده. الحله دي بتاع اسمها حله المحشي، دي بتاعت ايه سليق الكرنب. تمام. وحطيت فيها ميه وملح، وفي ناس تحط لك كمون، ناس تحط لك ليمون. المهم انا بحطش غير هو الميه وعليها الملح. تمام تمام. واروح حاطه بقى الكرنبايه على وشها كده. الناس اللي تقعد بقى ايه تقول لك انا بقعد بقى بقطعها، بتقطعها الاول كده مكعبات او مربعات، وبعد كده تسلقها، وبعد كده لا عايز اقول لكم بتهدر جدا جدا في الورق، بتهدر جدا. واحنا جايبين الكرنبايه ب20 جنيه، فحرام يعني نهدرها. انا بحطها كده على الوش وارجع اقلبها تاني على الظهر زي ما انتوا شايفين كده، واطلع الورقه بورقتها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تحفه. عايزه اقول لكم لما تيجي تجيبوا الكرنب ما تجيبوش الكرنبه اللي معروقه فيها عروق، يعني ايه بتلاقوا العرق من فوق كده فاضي ومن تحت الورقه عاديه. لا تجيبوا الورقه من اول فوق لحد تحت. يعني ايه الورقه كلها كده مليانه. في كرومبه اسمها كرومبه معروقه هوريها لكم بس مش في الفيديو ده، عشان امانه الله كده انا نسيت ما كنتش اصور اصلا بصراحه. بس افتكرت ان انا ما عملتش معاكم فيديو كرومبه قبل كده. فالمره الجايه ان شاء الله هوريكم ازاي الكرومبه تجيبوها تبقى ورقها ايه خفيف كده ومسكره وحلوه. ما تجيبوش الكرومبه المكتومه. المكتومه دي بتبقى يعني ايه مكتومه، يعني ايه تخبطي عليها كده تحس انك بتخبطي على طبله. لا هاتي الكرومبه المهويه. تمام. بيبقى ورقها ايه كبير زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، الله اكبر. بتلاقوا الورقه ايه كده كبيره ومش مش تخينه. لا ورقها ايه حلو كده، وتلاقيها حلوه في المحشي ومسكره وجميله. تمام. بس كده انا هفضل بقى ايه اشيله ايه الورقه اللي عليها الدور اروح شايلها، الورقه اللي عليها الدور اروح شايلها زي ما بصوا بكل سهوله كده. لكن الطرق التانية اللي هي بتاعت ايه الترند اللي هم عايزين يجيبوا ترند، اللي هم بيقعدوا بقى يقطعوا لك في الكرومبه وبعد كده تيجوا تسلقوها وبعد كده تهدر معاكم في ورق وبعد لا ما تمشيش معايا. احنا عمل يعني انا اتربيت على كده واتعلمت على كده، وهي دي الطريقه اللي انا بعملها واتعلمتها من امي وبعلمها لبنتي. انا بشوف الحاجه اللي انا شفت امي بتعملها من وانا صغيره انا ماشيه عليها لحد دلوقتي. منهج كده انا اتعلمته وبطبقه في حياتي. تمام تمام. بص اهو الورقه اللي يجي عليها الدور دي مش عليها الدور مرضيش تطلع سبحان الله، لانه بتحس ان هو ايه ورقه فوق ورقه ورقه فوق ورقه، فاللي بيجي عليها الدور هي دي اللي ايه الورقه اللي بتطلع. فاهمين قصدي؟
اعتمدوا الورقه دي، اعتمدوا اصل دي الطريقه دي، بلاش الطرق التانية بتاعت النت والكلام ده كله. كل الكلام التاني ده كلام نت، وكلام اسمه ايه ترندات يعني بمعنى اصح. تمام، خلاص خلصنا الورق كده. رحت الحله دي، رحت دلق الميه في حله تانية عشان انا هسلق او مش هسلق بقى. انا في فرخه هذبحها، فهنضفها بنفس الميه اللي انا كنت سالقه فيها. هي كده كده الميه سخنه، فهسلق فيها الفرخ. لا مش هسلق، هبل فيها الفرخه عشان انضفها. حطيت حبه سمنه، حبه زيت قصدي. ده كده عارفين اللي حاطه ده ايه؟ ده وش الشرب. عارفه لما يكون عندي جايبه لحمه، او عندك مثلا عامله بطايه ولا اي حاجه كده وايه، واما تبرد تلاقيها عامله وش، ده الوش احنا بنشيله كده في الفريزر، واما نيجي نعمل المحشي فقط تمام، او الطبيخ اللي هو الاحمر، بنروح حاطين منه شويه كده، بيبقى تحفه. تمام، ورحت بخرطه كده بصلتين حلوين كده ايه محترمين. اي نعم البصل غالي، بس ده محشي يا جماعه، بنعمله كل فين وفين، فلازم ايه نديله حقه كده في العمايل. وحطيت حبه ملح زي ما انتم شايفين كده اهو، حطوا الملح مع البصله. تمام، ورحت مخرطه بقى البصلتين كده ناعم. طب ما انت بتخرطي ليه يا امان؟ وانت ما عندكيش كبه مثلا تعملي فيها البصل؟ والله عندي، بس يعني ايه بامانه كده، البصلايه لما تخرطيها في الكبه بيديكي طعم، وما تخرطيها على ايديكي بيديكي طعم. ليه؟ ما هو في الاول وفي الاخر بس لا انا ما اعرفش، هو كده سبحان الله، هنا طعم وهنا طعم، بس ما بيديكيش يعني في الكبه. لما تخرطي البصل في الكبه ما بيديكيش نتيجه الطعم الحلو اللي انت زي ما تخرطيه على ايدك. فسبحان الله، يعني انا جربت دي مره فما عملتهاش تاني. هو انا جربتها مره واحده او مرتين في حياتي كلها، فما جربتش ان انا اعمل البصلايه في الكبه للطبيخ. تمام. بعد كده بص بقى، عايزه اقول لكم ايه، يا دوب مش يا دوب، انا بحط البصله على البوتاجاز كده لحد مثلا ايه، خلاص هتبدا ان هي تدخل في حمارة اهي، او ممكن احمرها شويه اخليها صفرة. بس حماتي الله يبارك لها قالت لا ما تحمري اهو، بس كل ما تحمري البصله شويه يعني تخلوها ايه مصفرة كده شويه، بتبقى تحفه. تمام، ورحت حاطه الطماطم بقى. الطماطم دي انا ضاربه فيها قرنين شطه حلوين كده، وضاربه فيها التوم. تمام، كله انا ضرباه في الخلاط. وبعد كده بتحط ايه 3 مكعبات مرقه دجاج وبس خلاص. ورحت بقى ايه سايباها، وبالميه اللي انا كنت عامله فيها، اللي انا كنت سالقه فيها، رحت بله الفرخه كده، وقعدت ايه قعدت انضفها. تمام. طب ما بتجيبش الفرخه متنضفه ليه يا مان؟ في ناس عندنا هنا، ناس بتنضف ومحلات بتنضف وناس بتنضف على ايديها وعلى المكنه وزي ما انت عايزه، بس لا احنا بنحب نجيبها وننضفها ايه في البيت. تمام، بس ما يمنعش برضو ان احنا عادي ممكن نبقى نجيبها مثلا ايه متنضفه، فما فيش مشكله. بعد عقبال ما تنضفت بقى الفرخه، كانت الصلصه بتاعتي كانت خلصت وايه، واتسبكت زي ما انتوا شايفين كده اهو. حطيت بقى ايه على الطماطم على الصلصه. عايزه اقول لكم انا يعني بنحط مثلا معلقه سكر. تمام، معلقه مش معلقه مليانه سكر، لا مثلا نص معلقه سكر كبيره على على التغذيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بتودي المحشي او اي طبيخ في حته تانية خالص. يعني مثلا لو هنعمل مثلا ايه حاجه مثلا بطماطم نحط عليها سكر، لو يعني بص الحاجه الحلوه نحط عليها ملح، والحاجه الحادقه نحط عليها سكر. جربوا كده وادعوا لي. عايزه اقول لكم هيخلوا اكلكم والله العظيم تحفه تحفه تحفه. بس انا ما حطيتش معاكم ايه معلقه السكر قدامكم يعني. تمام، انا حطيتها على الطماطم وقلبتها، وبعد كده ايه حطيت الرز وقلبته، وبعد كده حطيت ايه الخضره بتاعت الشبت يعني، والكزبره والبقدونس. قلبتهم بقى كويس كده. هظبط بقى الملح بتاعي، هظبط بقى احط بقى لو عايزه ملح هحط، واحط التوابل بتاعتي. ايه هي التوابل؟ فلفل اسمر وكزبره اسمها ايه كزبره وفلفل وكمون بس. عايزه بقى تحطي قرفه حطي، عايزه تحطي 7 بهارات حطي، بس بصراحه هما دول اللي انا حطيتهم. حطيت فلفل اسمر وكزبره وكمون بس، مش اكتر من كده. وطبعا الملح عشان يظبط الطعم، والشطه بقى على حسب بقى انت محتاجاه حراق كده يعني. هنا بقى ايه كانت حماتي بقى قطعت الورق ده كده اهوت مفصلاه، يعني بيقولوا عليه ايه فصلي الورق. انا ما بحبش الورق كبير قوي يا جماعه، ورق الكرنب ما بحبوش كبير قوي. تمام، فهي كانت قاعده ايه، احنا كنا قاعدين بنحشي انا وبنتي، وهي ايه بتقطع لنا الورق. بصوا بقى، الحله اللي انا سلقت فيها الكرنب هي نفس الحله اللي انا خدحت فيها، هي نفس الحله اللي انا هحشي فيها. تمام،
هي بقى مش عارفه العيال كانوا بيقولوا ايه، فانا كنت بزقف معاهم. بصوا بقى خلاص بقى، هقعد بقى ايه، هنقعد بقى نحشي. عايزين نخلص بسرعه بسرعه، بس المفاجاه هنا ان احنا كنا عايزين نخلص بسرعه بسرعه عشان الكهرباء تقطع، بس الكهرباء ما قطعتش طبعا. ايه، عايزه اقول لكم ان الجو عندنا سيول، الجو مطر ايه فظيع فظيع، اللهم صيبا نافعا يا رب. هنقعد بقى ايه نحشي طبعا. هنقعد بقى ايه، هنحشي. انا عمال اقول هنقعد نحشي هنقعد نحشي. قعدنا بقى كده حشينا. اول سطر في ناس بقى تحط لك ايه ورق اخضر، وفي ناس بتحط عروق كرومب. انا ما بحطش اي حاجه بصراحه. حتى لو السطر تحت ده شاط، وفعلا شاط يعني مش شاط، هو اتلسع من تحت، بس عندنا احنا بنحبه يعني قصد من غير قصد. احنا بنحب السطر اللي هو بقى ايه ملسوع من تحت ده، فاهمين اقصد؟ فاهمين قصدي طبعا. هو كده كده اتلسع غصب يعني. انا سبته مش عارفه ورحت فين، فجيت شميت ريحه ايه ده، في حاجه بتشيط. فايه فكان جنب، طبعا كنت بسوي على الشعله والشعله عاليه، فلسعت مني ايه جنب كده. تمام. فاول سطر ده بقى بنعمله اخضر، تمام، لانه يعني بيستحمل يستوي عن عن الورق الابيض. تمام. بس. هنقعد بقى ايه نحشي بقى ونملى. احنا مش هنملى الحلقه دي كلها. لا مش هعملها كلها، انا بس هعمل نصها بس. هي كده كده حله يعني ايه انا عامله فيها، فبدل ما اوسخ حله تانية او اعمل في حله تانية واركن دي، لا اعمل في دي وناكل، وبعد كده ايه نغسلها، ما نكومش مواعين كتير. ست الشاطره اللي ما تكومش مواعين على نفسها كتير، تتخلص طبيخ كده، تعمل طبيخها كله في حله واحده. اه والله بجد، مش تقعد بقى ايه تسلق في حلة وتخدع في حلة وتحشي في حلة وتغسل رز في حاجة وتعمل وتغسل اسمها الشبت في حاجة، وتقعد بقى عقبال ما تخلص تبص تلاقي جنبها مواعين الدنيا. لا لا لا، ابسولوتلي. بصوا بقى، انا زي ما قلت لكم اهو، انا سلقت وخدعت وحشيت في الحله دي، والطبق ده كنت غاسله فيه الرز. تمام. والمصفى كنت غاسله فيها كنت غاسله فيها الشبت. تمام. اللي انا كنت غاسله فيه الرز نشفته وحطيت فيه اللي اسمها ايه الرز، وبدات فاهمين قصدي؟ انتوا فاهمين. المهم انا خلصت كده حشو اهوت، وحشيت بقى قرنين فلفل كده. الفلفل جنب المحشي بيدي ريحة تحفة كده وهو بيحشي، وهو قصدي بيستوي، تحفة. وهنبدأ بقى كده ايه نزود. ولا بصوا بقى الانجاز ده، عارفين اللي انا بزود بيها دي الطبق اللي انا كنت بحشي فيه ده، اللي فض منه فضيته في حاجة صغيرة، وهطلع فيه اللحمة. هطلع فيه ايه اللحمة، ركزوا معايا كده ماشي. وخلاص بقى هغطي بقى كده، انا كده مش هزود تاني. بص بقى، السطر الاولاني اللي هو بتاع المحشي ده انا هسيبه كده مش طايله الميه. ليه؟ عشان لما يتشرب كده يبقى الرز طالع كده منه مفلفل كده ايه وحلو وجميل. تمام. لكن لو انت عايزه بتحبي مستوي او زيادة عن اللزوم، ت... يعني السطر اللي فوق ده يبقى فوقيه ميه او شوربه يعني بمعنى اصح. كده خلاص بعد ما استوى. تمام. بصوا بقى، بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه يا جدعان، بصوا الحلاوه، تحفة ما شاء الله. وكان طعمه سكر 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 سكر، والله العظيم كان شوية محشي يستاهلوا بقكم، كان تحفة. جربوا تعملوه بالتريكات اللي انا قلت لكم عليها دي، زي ما انا عملت كده بالظبط، والله العظيم هتاكلوا احلى محشي في الدنيا. تمام. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم. لا مش هقول لكم اشوفكم دلوقتي، لسه فين اللايك وفين الاشتراك اللي في القناه، وادعموني بقى في القناه. عايزين القناه دي تكبر بقى كده ومشتركينها يزيدوا، وحطوا لي لايك 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 لايك، شيروا الفيديو بالله عليكم، واشتركوا في القناه اشتركوا في القناه اشتركوا في القناه، وشوفوا الفيديوهات اللي عدت. وبس كده. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، والسلام عليكم.